وصفتنا النهاردة هي كبسة الدجاج، وهي وصفة كلها في حلة واحدة، مش محتاجة مواعين كتير، مميزة قوي في العزومات. بس قبل ما نشوف الفيديو، ولو أول مرة بتشوفيني، أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان دايما تشوفي كل وصفاتي الجديدة. معلقة كبيرة من السمنة البلدي ومعلقة كبيرة من الزيت، هنزل عليهم ب2 ورق لورا وليمون لومي اسود و5 فصوص حبهان وقرنفل وعود قرفة، وهنديهم تشويحة لمدة دقيقة. وبعدين هننزل ببصلاية مقطعة مكعبات، ولما تدبل هننزل بجزراية مبشورة. هنديهم تشويحة لمدة دقيقة، وبعد كده هننزل بقرن فلفل حامي. هننزل بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم، وهفضل أقلب شوية لحد ما ننزل المكون التاني. معلقة صغيرة من الثوم المفروم. والمكون اللي عليه الدور دلوقتي طماطماية متقطعة مكعبات. وهنا بقى معلقة كبيرة من بشرة البرتقال، هيدي طعم حلو قوي، وده سر من أسرار الكبسة. وهنضيف معلقة كبيرة من الزبيب المنقوع في عصير البرتقال، وممكن تستبدلي عصير البرتقال بالمية الدافية، لكن البرتقال هيدي طعم حلو قوي للكبسة. أما التوابل، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والبابريكا والكركم والكاري والجنزبيل ونجم اليانسون وبهارات كبسة والملح. هنيجي للفرخة، أنا مستخدمة فرخة وزنها صغير عشان تستوي معايا بسرعة، وهبدأ أشيل الزوايد منها. هشيل سلسلة الظهر، وهبدأ أقسم الفرخة نصين بالشكل ده. وبعدين هبدأ أغسل الفرخة كويس بالملح والخل، وهنزل بالفرخة في الحلة وهشوحها حوالي 5 دقايق. وهضيف مية مغلية لحد ما تغطي الفرخة، وهسيبها تستوي على نار متوسطة. وبعد السوى هشيل الفرخة وكل التوابل الصحيحة. وهنزل بكوبايتين رز بسمتي مغسول وكان منقوع لمدة ساعة. هظبط الملح وهدي النار وهسيبه لحد ما يستوي. هدهن الفرخة بسمنة أو زيت، وهدخلها تحت الشواية تاخد لون. بجد هتدوقي أطعم رز كبسة وفراخ مستوية وطرية ونكهتها حلوة قوي. وبكده خلصنا وصفتنا. أتمنى تعملي لي لايك لو الفيديو عجبك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة أتمنى تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان دايما تشوفي كل وصفاتي الجديدة. واشوفكم في فيديو جديد.